اليوم هلا والله. شرفنا الإعلامي القدير. كم لنا ما تقابلنا؟ 9 سنين. 9 سنين. استضفتني في قناة الكاس 2009. الأيام. هذه الأيام حقتنا 9 سنين. شرفنا طبعا اليوم في الملعب هنا الإعلامي القدير القطري أخويا محمد، وصاحب برنامج استضافني فيه في 2009 في قناة الكاس. عن الأهلي كنا نتكلم. عن الأهلي تحديدا. اليوم يعني أنا قابلتك صدفة الآن في المدرج. سبحان الله. أبغاك تقول لي بصراحة إيش اللي جابك؟ ايش اللي جابي؟ يقول لك هذا المدرج، يعني في ناس في فرق لها عشاق وفي مدرج له عشاق. يا الله. أنا عشاق هذا المدرج. بالله جيت عشان هذا المدرج؟ الله على هذا المدرج. طيب ترى على فكرة من أول جولة في الموسم هذا المدرج حديث الناس. لا إله إلا الله. هذا الكلام عندكم في قطر؟ والله كل مكان في الوطن العربي. والله لعبة الأهلي شنكون أنتوما اللي يلعبون مباريات وجولات بس صرف على والناس صيطت. الناس على المدرج. شرفت. حتى بالبرازيل والدول الثانية. ايوه انتشرت صحيح انتشرت. قناة القط مو قصدي. طيب وبحكم انك اعلامي وفي قناه شقيقه لنا ورياضيه ايضا، طيب ابغى انت تدي للجمهور رؤيتك لبعد الانتشار للجمهور الاهلاوي واهازيجه لما تنتشر عربيا. اديني رؤيتك من هذا المنظور. كل الناس اهازيج الاهلي تغني وتتغنى فيها، تغير بس الاسم. صح. دائما الموفمنت الجماهيري بالكوره بدا من هنا، وهذه هل هي تساعد في انتشار جماهيريه النادي الاهلي في العالم العربي؟ اكيد خاصه يكون عندك مجموعه لاعبين بوبي فيرمينو ونجوم عالميين رياض محرز وغير نجوم مع هذا الجمهور الحلو، انت اكيد بتحب تتابع المباراه، تتابع المباراه على اساس اجواء. اخر سؤال، توقعاتك؟ والله انا جاي وبتوقع تعادل. لو خرج الاهلي بنقطه، لو خرج الاهلي اليوم بنقطه برضو حلو، نمشي الثالث. بس ان شاء الله فايزين عشان تكون تحيه لك. شرفت ونورت. اول قصر الله يكرمك، شرفت ونورت يا استاذ محمد، وتحيه لك وتحيه لقناه الكاس وجميع الاعلاميين اللي يعشقوا الاهلي ويحبوا جمهور. حبيبي شرفت.